يلا بص بقى دلوقتي انت حضرتك خلاص بعد خناقات والدكتور فلان فلاني قال لك ان هم ضحكوا على الواد الصغير ورضعوه صناعي اول 3 ايام بحجه ان الواد هيجي له صفرة، وفي النهايه اصلا هم جابوا له صفرة لان هم ما نظموش الرضاعه، واصلا ان المفروض ان معده العيل الصغير في اول يومين 3 الاسبوع كلها لا تزيد عن ايه؟ عن 5 سم، فعباره عن ان ابنك مش محتاج رضاعه اصلا غير ال 5 سم اللي هم بيتاخدوا كل 3 و4 ساعات في الاول، اللي هم يساووا لبن السلسوب، اللي هم النقط التعبانه الصغيره خالص اللي الام بتعمله، اللي هو التعبانه يعني كميه قليله اللي الام بتجمعهم من سادس شهر وهي حامل. كان في ريل انا كنت عامله امبارح اللي هو بتاع الهارفست اللي هم بيعصروا وبيشفطوا اللبن من قبل الولاده في اخر شهر حمل. المهم الموضوع على فكره هم على البطن بس انت قاعده جنبه شايفاك ماشي؟ خلاص. فالفكره بقى يا ست الكل مطلوب منك 3 كلمات. رقم 1 البامب اللي موجوده معاكي ورابل ولا عاديه ولا يدوي؟ يدوي ولا ايه؟ كهرباء؟ طيب ورابل ولا ناحيتين؟ ورابل. حلو قوي الورابل. وهتظبطي ان النبل والمنطقه اللي حواليها داخله اخرها كده، مش داخله اخر مش اوسع منك ومدخله كل ده، تبقى كده. فلما دخل ايه؟ حته صغننه بالدايره اللي حواليها بالدايره اللي وراها اللي هي الحته الصغيره، فلما تدخل كده فانت بتبقى في حاجه اسمها فلانج او اللي هو الكفر السيليكون الاولاني اللي بيبقى جزء منها او حته اكستنشن تقفل عليكي ما تطلعش غير الحلمه بس تكون صغير وراه بمثلث وراه. شفت الدنيا؟ انت تعرفي تعملي كده؟ لا. عايزاه ينام اكتر تروحي مقلعه البنطلون اللي من تحت وتسيبي رجليه ساقعه سيكه على السلوبيت مفتوح، فيبقى في سرسوب هواء داخله من تحت مسقعه والحفاضه ناشفه والبنطلون. المهم ارجع تاني للموضوع انت كان فاصل وانا واصل. المهم يا ستي حقك عليا عشان بس في كلمتين مهمين لازم افهمهم لك. رقم 1 انت دلوقتي هنظبط حجم الكفر اللي النبل هتطلع منه، فلازم يبقى اوسع منك سنه صغيره، لكن ما ينفعش يبقى كبير لان هتلاقي نفسك سحبتي، ولو سحبتي كل ده هتلاقي نفسك تعورتي، ولو تعورتي خلاص الدنيا وصلت مش هتخف قبل 3 4 شهور ونرجع نقول ايه؟ نرجع اللي هو روحي 3 4 شهور تعالي وارجعي لنا تاني. طيب يبقى احنا دي ظبطنا ان احنا عرفنا المقاس دي هتلاقيها في جروبات البنات اللي هو اي اللي هي المسطره بتاعت كليه هندسه اللي هي الصغيره مقاس النبل والكلام ده كله. ده رقم 1. رقم 2 اللبس بتاع حضرتك ما يبقاش تايت، يعني ما يبقاش ايه اللي هي لا حاجه حديد ولا حاجه باستك جامده ولا حاجه رافعه جامد قوي، لان الكلام ده كله بيعمل زي المخبوطه فهيزود معاكي وجع هنا وهنا وهنا. الثالثه انا هقول لك الاكسرسايز اللي المفروض ان هو بيتعمل في الموضوع ده. الطلعه اللي بعديها ان ما ينفعش ان انا اوقف الصناعي واعتمد عليكي دلوقتي، لان انت لسه احنا بنسميها كده 99 ل 1%. حلو؟ فال 99 اللي هو الصناعي انا هلغي منه بس الحلمه بتاعت الببرونه وهجهز الصناعي في ميعاده وهتعلم اجيب سرنجه اللي هي ال 20 سم واقطع الجوز بتاعها واحطها قدام بقه واخليه يعمل كده. يبقى انا كده عملت ايه؟ نسيته الحلمه عشان خاطر لما يجي يدور ما يقولش ايه فين الحلمه الصاروخ اللي كانت بتخبط في سقف حلق اللي كانت بتكيفني. لا احنا عايزين اللي هو ايه؟ النبل الصغننه اللي هيبتدي يدور عليها عشان خاطر دي اللي بيسموها التباس حلمات. لا هو خلاص اتعود على الحلمه الكبيره فاحنا مش عايزينها، بدل ما هي 99% حلمه الغي الحلمه ونبتدي نعود من دلوقتي ولو على الاقل اكسرسايز. وبرده ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك وقتي اعمل كذا، بس هقول لك ايه؟ انت صاحيه وفايقه وغسلتي وشك وفطرتي وقاعده بتتفرجي على مسلسل وقاعده وابنك على رجليكي، بلاش مسلسل عشان هتركزي في المسلسل وتحطي ايه؟ تحطي السرنجه في حته ثانيه من ورا مش من قدام او تحطها في مناخيره او في عينه، وشفت ناس عملوا الحركه دي. فبنقول في وقت انت هتبقي فاضيه وخلصتي وقمتي وتمشيتي وقعدتي في الشمس وخلاص بقى الدنيا حلوه والجو جميل وقاعده ما تعمليش حاجه، تمام؟ ومسكنا الكابتن الصغير في رضعه يوميا بانها ما تبقاش بالحلمه ولكنها تبقى بالسرنجه اللي قدرتها بالنسبه للولد، يبقى انا فطمت جزء من النبل. حلو كده؟ انا لسه ما فطمتش الصناعه. لسه فطمت النبل بتاعت البطن اللي هي البروب. هما بيسموها ايه؟ بيسموها مصاصه بالسوري. نكمل عشان لو سمعت الكلمه مثلا مع استشاري سوري ولا حاجه عندكم ممكن حد يقول لك كلمه مش عارف سوري او فلسطين بيسموها مصاصه. المهم يا ست الكل خلصنا احنا الزحمه دي، اخش بقى عند ماما. ماما بقى هنسال 3 اسئله. حضرتك لو متابعه مع دكتور دايت وكتب لك الورقه بتاعتك هتلاقي نفسك مضطره غصب عنك، بس الكلام ده انت ممكن تبتدي بعد رمضان وممكن تبتدي في رمضان وانت هتصومي عادي، بس هتبتدي تظبطي بقى حاجات انا هقول لك عليها. صليتي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي يا اختي حضرتك دلوقتي احنا قلنا 99 ماما 99 صناعي 1% ماما. طيب احنا دلوقتي قلنا بقى نشتغل على ما خلاص كده البروب ولسه اتكلم في الرضاعه بتاعتها وازاي اوقع ما بين ازاي اغير ما بين ده وده. بس انا الفطام جزء هفطم من الببروب من النبل الاول لحد ما انسى النبل خالص، وبعد كده هفطم من الصناعي تدريجي لحد ما ده يزيد نبتدي نزود ده. قلنا بقى دكتور الدايت
او اي حد انت متابعاه او اي حاجه انت هتفكري فيها هيلثي، فلسه يقول لك ايه؟ تاكلي 3 وجبات و2 سناك، صح كده؟ ومفيش نقنقه في النص علشان خاطر اللي انت هتاخديه يبقى هيزود عندك الانسولين، هيتخنك بزياده، يعمل لك مقاومه انسولين، نلف حوالين نفسنا ونزعل. لا، ده اللي هو بيقول لك ايه؟ تاكلي الوجبه بتاعتك ما فيهاش سكريات كتير، يعني الفاكهه والخضار ما تعتبرش سكريات، اللي هي تعتبر ده هيلثي، تمام؟ فانت بتاكلي حاجتك وتقللي النشويات على قدر ما انت تقدري، اللي هو ايه؟ اللي هو نفسك بس، وتظبطي لنفسك اللي هو طبق السلطه نصه او طبق نصه سلطه، وبعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو البروتين، وبعد كده في الاخر خلاص حبه النشويات اللي هيبقوا موجودين معاكي. ومعاكي الدهون الصحيه، معاكي من اول زيت الزيتون، ممكن تاخدي الحاجات اللي فيها التونه فيها برضه، وبعدين كبسولات الاوميجا 3 بعدين، وممكن اللبن موجود معاكي وفول كريم، مفيش حاجه اسمها سكيب دلوقتي خالص. حلو كده؟ طيب انت كده ظبطنا ان حضرتك هتاكلي ال3 وجبات و2 في النص، او ما اكلتهمش مش مشكله. وشرب الميه قبل كل ميعاد رضعه، يعني ايه ميعاد رضعه؟ انا ما برضعش يا دكتور، ما انا هقول لك دلوقتي ان انا هعمل حاجتين. ابني بينام على صدري فخده ملابس خدي اطول فتره ممكنه، فهياخد الدفء. هتقول لي طب ما الجو ساعه يا دكتور، اقول لك اقعدي سدال، خد ابنك في حضنك، ما يبقاش جوه البطاطين اللي انت جايبها لي جوه البتاع اللي هي اللفه دي ناسي اسمها. المهم يعني اللي هو السواد. فالفكره بقى بعد الزحمه دي مركزه معايا ولا دلوقتي؟ طيب خش بقى في الخطوه اللي بعدها. ابني نام فابتدى يلعب وانا برضعه بالصناعه، فهو حس ان ماما موجوده، انا لسه ما اتكلمتش ان هو قرب للنبل خالص. اول ما يبتدي يحن، اول ما يبتدي تحس، هو يحس بيه وانت تحسي بدفاه ويبتدي يهدى ويامن، هتلاقي ده اشتغل بانك انت حنيتك وضربات قلبك زادت ودنيتك هديت واعصابك، وحسيت ان في حاجات اللي هو ايه؟ الاكسيتوسين بقى اشتغل، وهرمون السعاده ابتدى يشتغل معاكي، وابتديت تشمي في ريحه الواد وتبوسيه، تروحي مشغله الوربل على الناحيه الثانيه. فاول ما تبتدي تشتغل، هو المفروض ان انت بتشتغل على وضعيه المساج الاول، وبعد كده بتبتدي تشتغل على الحاجه السريعه. في ناس ثانيه بتشتغل اللي هو ايه؟ المساج اللي هو في الاول، وبعد كده يبتدي يعمل معاك ايه؟ فعلى حسب انت المكنه بتاعتك بتوصل لحد 7 مراحل ولا لا، و7 برامج ولا مفيش، وانت بتقري فيها وبتبتدي تجربي انت جسمك هيجي ازاي. طيب مطلوب من حضرتك ان انت كتارجت، انا لو عايز اعمل عضله اتدرب باقل كميه باكتر عدد مرات، بعدها باسبوع ولا اسبوعين خلاص انا هكبر الوزنه بعدد مرات اقل، بعد كده هكبر عن كل مره، وكل مره هزود حاجه مش 10 حاجات عشان خاطر ما تتنزلش. تمام؟ فاللي هيحصل كالاتي: البامب هتشتغل معاكي دقيقه دقيقتين 3 4 ما قبل الوجع. حسيت بوجع خلاص سيبي، دي واحد. الثانيه ان انت هتعملي كل 3 ساعات. هتقولي ما انا مش هجيب، هقول لك انا عايز الاكت، مش عايز انا عايز التمرين، مش عايز العضله تطلع، بس انا عايز التمرين لان العضله هتطلع، فاللبن هيجي، واحتماليه ما قبل ال4 شهور 100% انه يرجع باذن الله. فتخيلي انت الفكره عامله ازاي؟ فبس هي الفكره انك تعملي لنفسك بلان زي ما انت بلانر كده، وتقعدي تقولي دي كذا ودي كذا ودي كذا، والموبايل، وتعملي الكالندر موجود عليه، وهنعمل كذا ونعمل كذا، وتعملي لنفسك كده وتحطها على الثلاجه، وكل شويه تحط سمايل فيس، تحط قلوب انك انت شاطره ومكمله. الحاجات دي موتيفيشن، ما تستنيش حد يشجعك لان ما حدش هيشجعك، اللي يجي يتكلم معاك يقول لك ايه؟ قولي الغلبه، ما ترضع السنه وخلصت على كده، ما كده ما كلنا مرضعين سنه وعيالنا زي الفل وعيالنا شحوطه وداخلين كليات. كلام مش جميل، اللي هو ايه؟ احنا بندور على بنفيت خلاص، وطالما حاجه ببلاش احنا كسبانين خلاص. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي البامب هتشتغل معاكي ايه؟ دقيقتين في الاول، بقوا 3، بقوا 4، بقوا 5، ريحي 5 دقايق ورجعي تاني. الكلام ده وصل انا اللي هو وريحي 5، وبعد كده اخش في الدقيقه السادسه امتى وازاي لحد ما يبقى تارجتي نص ساعه توتال، 10 دقايق و5، 10 دقايق و5، 10 دقايق و5 فري، تتكرر كل 3 دقايق ما قبل او كل اللي هو كل 3 ساعات. طيب تارجتي ايه بقى يا ست كل؟ انا دلوقتي انت هتعصري ازاي وشفطنا ازاي وجمعنا ازاي، وما تتكلميش في كميه اللبن لان كميه اللبن لسه. نعمل كلمتين تانيين: كل ما ابنك هيلامس جسمك اكتر كل ما اللفه دي كلها، ده بيسموه كده الاكسس او الاكس اللي هو زي المحور اللي هو ايه؟ اللي هو ريح، حسيتي، ادى اشاره، اشتغلت الحنيه، اشتغلت للاثنين عشان خاطر الغدد اللبنيه تبتدي عايزه تجمع وتطلع. بنت قد ايه؟ في ستات جابت من تاني اسبوع، في ستات جابوا من ثالث يوم. طب وثالث يوم يعني ايه؟ يعني تحس ان الدنيا دي ملت او تقلت، او ابتدت اللي هو بيسموها كده ايه؟ بقت تقيله لكن تعصري ما تجيبش. ده اللي هو الاستعداد. طيب الاستعداد اليدوي بتاعك بقى، انا بقيت فري وفاضيه وقاعده بس يا عم، انا بقيت قاعده وفاضيه وهتعامل. ايه اللي بيحصل؟ هي حاجه واحده او 3، اللي هو رقم 1: انا جبت قربه سخنه وحطيت وسخنت على دي. قد ايه؟
للدرجه اللي توصل، انا لسه واصفها لواحده امبارح، بقول لها للدرجه اللي توصل ان ظهرك حاسس بسخونه قدام. بسخن مش هلسع. ومفيش حاجه اسمها انك انت تقعدي قدام الحنفيه وتعملي كده اهو قدام الدش وتعملي كده، كده هيجي لك التهاب وبتاع دوت وهتتسلخي. يا فوطه وحطيتها في كيس بعد ما سخنتها حطيتها، يا اما القربه السخنه لحد ما اسخن. بعد كده اعمل مساج ل4 قرايز، اللي هو اعملي كروس عليها كده وال4 قرايز 1 2 3 4 تعملي على كل واحده مساج. بعد كده تجيبي مشطه فرشه ناعمه، مش فرشه تسلخك، فرشه اللي هو بيعملوا بيها المساج من غير ما اللي هو زي بتاعت الحجامه كده، بس اللي هو ايه بيعمل مساج للجلد. فانت هتعملي مساج بفرشه ناعمه بحيث انك تجيبي من هنا لهنا، منها هتجددي الدوره الدمويه، ومنها هتحاول ان المنطقه دي يزيد ادرار الدم عليها فيبتدي يشتغل. اخيرا مضادات اللبن سواء كان الهربانه ولا الموتيليوم، ابعتي هات الموتيليوم من دبي من دلوقتي علشان خاطر لو انت ما لقيتوش هنا يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه جاهز وجاي معاك. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ انت رجعتي سنه؟ حاضر. بص 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 بص، احنا نمسح تحت الاول وبعد كده نجيب ايه؟ نجيبه بمنديل تاني لفوق. لكن ما تجريش عليه وتقولي الواد ابني ومش الواد ابني والكلام ده كله، والحق امسح وشه وبتدي تلاقيه اتسلخ وشه احمر وطلع الاساس ايه؟ كمان دي كمان دي. ايه يا قلب بابا انت جبته من مناخيرك؟ يلا انا هنضفه لك بعد ما اخلص. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ولسه بنتخانق على قص الضوافر. الفكره كلها بقى ان انت هتعملي الزحمه دي وتكرريها. طب كم مره في اليوم اللي هو موضوع التسخين ده؟ على قد ما تقدري. على قد ما تقدري، مينيموم على الاقل مره بالنهار ومره بالليل، او مره بالليل وقت ما انت فاضي. فكره ان حد يقول لك انت عملتي كده ليه؟ طب ما ده مش ممكن ما يجيبش لبن والكلام ده كله، قول له بس في ناس جابت لبن، ده اسمه عدد الارضاع، وفي ستات مش متجوزين بس عدوا السن اللي هو 35 و40 سنه وقدموا على طلب وخدوا عيال واستلموهم من شؤون اجتماعيه، مش عايزين يجيبوا في الشغل. خلي معاك كده. تعملي ازاي؟ اثبت اوعي ايديك، اوعي ايديك بس كده اهو، ايد واحده. اوعي ايديك بس. شيل اللي تحت، شيل ايدك اللي تحت بس. فالمهم سيبيه يمسك في خدك يا فوزيه. اسمعي مني انت جاي عشان اجيب لك من الاخر. فالمهم سعادتك احنا جينا يا بنتي سيبيه يمسك خد. طالما مش حاطه اي كيميكال خلاص ماشي. بس وحده خد على خدك دي ده من ضمن الحاجات اللي جننك. عد الجمايل انت عارف انت لسه صغيره بس استمرت. فكل ده اللي انا قصدي عليه ان انت هتاخديها تدريجي. اول ما اللبن يطلع من عندك اقل كميه هضيفها على يا اللبن الصناعي اللي كان بياخده وهو بيتقطر له جوه، مش محتاج تقطره، هو محتاج حاجه تيجي عند خدوانه. بس انا لو عملتها دلوقتي ومسك فيا وسكت يبقى شكلك وحش خالص. بس كميه اللبن اللي اتاخدت من هنا النهارده نقطتين، بعد بكره هتبقى سم، بعديها هتبقى 10، بعد 3 4 ايام وبعدها باسبوع هيبقى 120 ومش هتلاقي على اللبن. بس هتخلص.